بسم الله الرحمن الرحيم. نظن ما شاهدناش فنيا من كلا الفريقين. ليس فريق ولو انه دينا اللقاء بشكل جيد. ادينا شوط لا باس به لغايه اخر دقيقه، لغايه ضربه الجزاء لما تضيع فرص حقيقيه وجها لوجه. 3 فرص حقيقيه كانت واضحه. نظن في هكذا لقاءات تسديد الفرص يصنع الفارق، لكن لما تخطئ سيكلفك ذلك غاليا، وهو ما ظهر يعني جليا في نهايه الشوط الاول عن طريق ضربه جزاء اللي كانت الخصم عطاته الاسبقيه. لانه صراحه نظن في الشوط الاول كنا افضل بكثير، متوازنين دفاعيا، خلقنا فرص عن طريق هجمات مرتده بشكل منظم، لكن جوده الانهاء والطريقه اللي كان يعني عليها الانهاء لم تساهم في النتيجه. ضربه جزاء عكس يعني الفرص اللي ظهرت الفريق من طهران. نظن رشحت كفه فريق شباب بلوزداد. في الشوط الثاني نظن تسجيل الهدف الثاني تقريبا ما نقولوش قتل اللقاء مبكرا، ولكن جعل الفريق في صعوبات فنيه اللي ولو انه في الشوط يعني في الربع ساعه الاخير ضيعنا نظن فرصتين حقيقيتين من اجل تعديل النتيجه، لكن في الاخير نظن فوز لشباب بلوزداد. نظن ضيعنا فرصه من اجل التقدم في سلم الترتيب. نظن الجميع العام والخاص في الجزائر يعرف الأسباب التي أدت إلى هكذا يعني نتائج. لم يكن بودنا أنه نتعرض لهزيمة أخرى، خصوصا في ظل النتائج الإيجابية الأخيرة، سلسلة 4 مقابلات بدون هزيمة. لكن نظن كاين أسباب كثيرة وكثيرة تلخص تجربة هذا الموسم اللي لم تكن يعني مرضية بالشكل الكافي لينا كطاقم فني ولجمهورنا. لما ننهيو يعني بعد يومين مازال عندنا مقابلة يعني من أجل إنهاء الموسم. إن شاء الله بعد نهاية مقابلة اتحاد العاصمة سيكون هناك الكثير من الكلام الذي سيدور حول مستقبل الفريق، وسنرى ما الذي سيخبئه المستقبل لكلنا يعني في الفريق.